4 رصاصات بتنهي حياة تيك توكر عراقية والمتهم أبوها. فيروز آزاد وحدة من الشخصيات المؤثرة على تطبيق التيك توك وعمرها 21 سنة، انقتلت بشكل مأساوي على يد أبوها وأخوها وأقاربها بحجة غسل العار في أربيل العراق. حسب أحد المصادر لموقع آرم نيوز بأنه التيك توكر فيروز آزاد انقتلت في بيتها بحي دراتو جنوب شرق أربيل. وبضيف المصدر بأنه التحقيقات الأولية بتشير لتورط أبوها وأولاد عمها بالحادث، لأن سبقوا هددوا فيروز بالقتل إذا ما بتسكر كل حساباتها على مواقع السناب شات والتيك توك. ونجت فيروز ب 18 نوفمبر عام 2023 من محاولة اغتيال بعد ما قام شخصين برميها من شقة بأربيل، وانصابت إصابات بالغة وظلت بالمشفى لعدة أسابيع وقتها. وألقت شرطة الإقليم القبض على 2 من مشاهير التيك توك للاشتباه فيهم بتورطهم بالحادث، ولكن يقال بأنه أبوها تراجع عن الشكوى ضد المتهمين مقابل 50,000 دولار. وبتقول نزيه فرهاد أمها لفيروز لقناة روتاو بأنها فاقت على صوت طلقات نارية، وبتضيف أنا شفتن قتلوها بتختها. برأيكم هل صارت وسائل التواصل الاجتماعي بتشكل خطر كبير على الأشخاص وخصوصا على البنات؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات. ولهون بيكون وصلنا لنهاية خبرنا لليوم. بشوفكم بحلقة جديدة من حقائق مع رامي. سلام.